يا صباح الفل، معكيش غير 20 جنيه وعايز تعملي تحلية سهلة وسهلة بدون فرن ولا بوتاجاز وطعمها يجنن. سهلة قوي، ما بتاخدش وقت خالص، وفي الاخر النتيجة فوق الروعة. كيكة ناعمة جدا وكريمة بدون سكر او السكر بتاعها بسيط وشوية صوص كراميل وكل حاجة هنعملها بالتفصيل في الفيديو. تعالوا نسمي بالله ونشوف هنعمل ايه. اول حاجة هجيب بولة واحط فيها بيضة مع ربع كوباية من اللبن وربع كوباية من الزيت او السمنة او الزبدة وكيسين من فانيلي كوكس. وفانيلي كوكس بقى طعمها بيبقى حلو قوي وبدون اي زفارة للبيض. بعد الفانيليا هزود معلقتين كبار من السكر وابتدي اقلبهم كويس مع بعض، يعني مش اكتر من دقيقة، ولا محتاجة عجان ولا محتاجة خلاط. هجيب بقى نص معلقة كبيرة من البيكنج باودر على نص كوباية من الدقيق ورشة بسيطة من الملح يدوبك على طرف المعلقة، واقلب المواد الجافة دي مع بعض. كده تمام، اختلطوا كويس جدا. هبتدي بقى انزل بخليط النواشف ده على المواد السائلة اللي كانت في الاول تدريجيا، يعني مثلا هنزلهم على 3 دفعات مش اكتر من كده. شوية بشوية ببتدي ان انا اقلب بالويسك وانزل شوية من كمية النواشف. ما بتاخدش وقت خالص، عايز تعمليها في طاجن تعمليها في قوالب كب كيك وتسويها بالطريقة اللي تحبيها. كده القوام بقى مظبوط جدا وفاتح وريحته حلو. هجيب بقى طاجن، ده طاجن مقاس وسط، مش صغير قوي ومش كبير قوي، وتقدري تعمليها في فخار او بايركس او الومنيوم، المتاح عندك اشتغلي بيه. هدهنه شويه زيت بسيط وابتدي اصب خليط الكيك. زي ما شايفين الكيكه لونها فاتح جدا وانجاز الانجاز. هنسويها في الميكرويف يا دوبك 3 دقايق مش اكتر من كده، لو الحجم اصغر المده هتبقى اقل. على ما الكيكه تستوي في الميكرويف هبتدي اجهز الخليط اللي هسقي بيه الكيك اول ما يخرج. يعني شويه ممكن نقول عليها التريليتش السريعه لان هي ما بتاخدش وقت خالص. هدفي ربع كوبايه لبن مع ربع كوبايه كريمه، ممكن تستغني عن الكريمه تماما. وبعد كده بعد ما الكيكه تخرج شايفين قد ايه هشه جدا جدا وطريه. بستنى الكيكه بس يعني تبرد شويه، والخليط الاولاني اللي هو الكريمه واللبن اللي دفيناه ببتدي اسقيها. بخرمها بقى بسكينه بعود شوي المتاح عندك اشتغلي بيه، وهسقيها شويه بشويه، يعني شويه بصب واستنى الكيكه تتشرب وهكذا لحد ما اخلص الكميه كلها. شايفين بقى ازاي بتتشرب لانها هشه جدا وطريه. كده تمام، هركنها بقى على جنب وهبتدي اجهز الكريمه. شويه من اللبن، عندك شويه كريمه حطي، عندك قشطه بلدي برضو تمام مفيش مشكله. يعني انا هستخدم لبن وكريمه عشان كانت عندي بالفعل كريمه. وكيس من كريم شانتيه كوكس قوامه حلو جدا وسكره كمان قليل، ودي اكتر ميزه بصراحه حبيته فيها. هضربهم بقى بالمضرب الكهرباء وممكن في الخلاط او في الكبه الصغيره لمده دقيقتين 3 لحد ما احس ان القوام بقى كريمي جدا وناعم. ده السمك المطلوب اللي هيبقى معايا حلو قوي في الطاجن. شايفين النعومه؟ يتاكل بالمعلقه. كده تمام، بعد ما الكيكه عندي شربت كل كميه الحليب والكريمه هبتدي ان انا اتاكد انها مش محتاجه لبن تاني. انا كده لما بضغط بيظهر عندي شويه لبن صغيرين، يبقى كده تمام. هزود بقى الكريمه واسوي الوش كويس قوي بالمعلقه او بالسباتيولا على حسب اللي موجود عندك. كده زي الفل. نركنها بقى ونجهز صوص الكراميل. صوص الكراميل انا بفضل ان انا اعمله من قبليها بشويه عشان يبرد تماما. نص كوبايه سكر عندي على النار، عليها ربع كوبايه من الميه، ويا دوبك بحرك الكازرولة مش بقلب، يعني مش عايزه احط المعلقه كده وافضل اقلب عشان ما يسكرش معايا. النار عندي فوق الوسط بشويه، لو هاديه هيسكر منك، لو عاليه هيتحرق بسرعه. اول ما بلاقي الحروف ابتدت تاخد لون ذهبي كده بسيط، بقدر في الحاله دي ان انا اقلب بسباتيولا او بمعلقه، يعني اللي قدامك اشتغلي بيه. واحده واحده كده لما الاقي ان الحروف بقت ذهبي اقدر ان انا ادخل الحروف اللي بره لجوه عشان كله ياخد نفس اللون. برضو النار عندي لسه فوق العاليه بشويه. كده تمام، شايفين السكر ده ازاي؟ ولا سكر ولا جراله اي حاجه. في المرحله دي بقى هنزل بنص كوبايه من الكريمه او لبن وشويه نشا، يعني الموجود عندك. انا بصراحه كان عندي شويه كريمه فخلصتهم في الوصفه دي. كل كميه الكريمه ما خدتش اكتر من نص كوبايه. بعد ما داب النار عندي بهديها شويه وبنزل برشه من الملح ومعلقه كبيره من الزبده. كده تمام قوي، القوام بتاعه لونه مثالي. هصبه بقى عندي في سوسيرة او اي بولة، بس اسيبه يبرد، ما ينفعش ابدا احطه على الكيكة وهو سخن، هيخرم وش الكريمة وتبوظ. شايفين بقى لونه واللمعة بتاعته من الزبدة؟ ودي الكريمة عندي بردت تماما. هصب بقى عليها الكراميل، صبي كتير بقى، يعني حطي كراميل كتير عشان يديكي في الاخر طعم حلو.
شايفين اللمعة بتاعته حلوة ازاي وما خدش وقت خالص. الوصفة كلها على بعض لو الكراميل جاهز عندك مش هتاخد اكتر من 5 دقايق. عايزة بقى تعملي خطوط بالكريمة زي الملفي كده مفيش مشكلة. انا حطيت شوية بسكوت لوتس وده بره الحسبة، وواحدة بسكوتة برضو كده للتزيين بره برضو الحسبة. في الاخر احنا مش هنصرف اكتر من 25 جنيه، والطاجن ده بيبقى دسم قوي. يعني ما تقوليش مثلا ده صغير فمش هيكفي غير فرد واحد، لا الطاجن ده بيبقى تقيل ودسم. دخليها التلاجة حاجة بسيطة أو كليها على طول وبالهنا والشفا. سهلة وسريعة وطعمها بجد يجنن. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتفعلوا الجرس. بحبكم قوي، مع السلامة، باي باي.